الآن نأتي إلى واقعنا وحاضرنا. كيف نتعامل مع هذه المفردة وأداء هذا الواجب حينما نمر بهذه التحديات والأزمات؟ فنقول هنا حينما تنتشر المنكرات والفساد بمختلف أشكاله من الفحشاء والكذب والبهتان والغيبة والنميمة، وحينما تزهق أرواح الأبرياء، وحينما ينتشر الاستحواذ على الأموال العامة والخاصة بغير وجه حق، وحينما تنتشر الرشوة ومن غير أن يكون هناك رادع من قانون أو أخلاق أو قيم أو ضمير، وحينما تنتشر هذه الرشوة من دون خجل ولا حياء، وحينما ينتشر أكل الربا من دون رادع ولا خجل ولا حياء، ثم بعد ذلك شاهدوا بأعينكم ماذا نرى في بعض الأماكن وماذا نقرأ في وسائل الإعلام من الصحف والقنوات الفضائية والوسائل الأخرى، حينما يتجرأ أهل الفسق والفجور بأن يرتكبوا المنكرات أمام الملأ ولا رادع لهم من قانون أو ضمير أو أخلاق، بل يمارسون المنكرات من دون خجل ولا حياء، وليس هناك رادع لهم من عامة أهل الدين، وليس هناك رادع لهم. ماذا تقرؤون في الصحف هذه الأيام وماذا تشاهدون في وسائل الإعلام؟ هذه المنكرات التي ترتكب جهرا وعلنا من غير أن يكون لها رادع أبدا، وترتكب من دون خجل ولا حياء، وتنتشر هذه الأمور. ماذا تتصورون إذا أردنا أن نطبق مبادئ الثورة الحسينية؟ البعض يتصور أنتم أهل الدين، أنتم الخواص، قوموا بالردع عن هذا المنكر ولا شغل لنا نحن العامة بهذه الأمور. حينئذ تفشتوا إخواني إلى هذه العبارة، حينما نرى هذا الواقع أمامنا وترتكب هذه المنكرات ويتجرأ أهل الفسق والفجور وترتكب هذه المنكرات من غير رادع ولا نكير من عامة الناس ومن عامة أهل الدين، حينئذ يكون العمل على النهي عن المنكر بأساليبه الشرعية والقانونية من أجل مصادق الولاء والانتماء الصادق للإمام الحسين عليه السلام، ومن دون ذلك يكون هذا ولاء كاذب وانتماء كاذب للإمام الحسين عليه السلام. هكذا ينبغي أن يكون فهمنا لحقيقة وجوهر القضية الحسينية.